ركزوا معايا في المزاد ده، عشان المزاد ده اي حد عايز عربيه من بدايه من 150,000 لغايه 300 و 400,000 هيلاقي في المزاد ده. وفي نفس الوقت المزاد ده تبع الهيئه المركزيه للمبيعات، مزاد حكومي. بتجيب كراسه الشروط من الهيئه العامه للخدمات الحكوميه، عنوانها امتداد رمسيس ابراج وزاره الماليه برج 2. قول له عايز كراسه الشروط بتاع 17/11، وفي نفس الوقت تكلفتها 400 جنيه غير مسترده. وتروح جلسه المزاد يوم 17/11، طبعا بكون عملت معاينه وعملت كل حاجه. العربيات اللي نازله عربيات ملاك وبيك اب، وفي موتوسيكلات كمان. انواع العربيات اللي نازله مزاد: سوزوكي، تويوتا، شيفورليه، مازدا، نصر، كان وفولفو ومرسيدس كمان وبي ام. موديلات مختلفه وانواع مختلفه. محدش يقول لي سعر العربيه بيبدا من كام، ما نعرفش، ده بيكون جوه المزاد، بس اعتقد اللي هو اقل من سعر السوق 30%. لو انت اول مره تدخل في مزاد وما تعرفش اي حاجه عن المزادات، خد كبسوله المزادات. انا عامل كبسوله عباره عن 9 فيديوهات يعرفوك اي مزاد تفاصيله، وازاي تجيب عربيه بسعر كويس منه، ودي بتكلفه بسيطه. لو محتاجها ابعت لي في اول كومنت، او ابعت لي على الماسنجر قول لي انا عايز كبسوله المزادات. شكرا، بالتوفيق للجميع. معلومه مهمه جدا: العربيه ترخص، العربيه لوت، اي حد ممكن يشتري عربيه بالبطاقه الشخصيه، ولو معاك بطاقه ضريبيه بتجيب اكتر من عربيه. يعني المزاد عربيه عربيه بتنزل. اللي يقول لك لا التجار بياخدوهم 15 عربيه، لا، هو عربيه عربيه بتنزل. ما تصدقش